كانت ساكنة في الاستوديو اللي هي عملت بيه فيديو، هي والميسيو. لما قالت هأجر له، جايين نشوف استوديو عشان نأجره له عشان الراجل بيكرشه. اتضح على الراجل بيكرشه ولا أي حاجة، وأنا كنت أهبل برضه مفكر إن البيت إيجار، واتضح بعد كده من فيديوهاتها إن الناس طلعوا لها إن البيت ملك. فقلت لها إزاي بتعملي في استوديو؟ افرضي حد كان متأجر، أنا بفاجئ بالفيديوهات والله. إزاي افرضي حد كان مأجر الاستوديو ده وبقى متابع عندك مثلا؟ قالت لي لا، هو حد فاكر حاجة. المهم انها تحور وتعمل فيديو خلاص. ماشي، عملت الفيديو. طيب ما وديتهوش ليه بقى الاستوديو؟ قعدوا طول النهار يصوروا في الفيديو، وقال ايه الميسيو الراجل بيقول له اطلع بره. ما فيش حد بيقول في فرنسا لحد اطلع بره، وبالذات لما يكون راجل في السن ده حتى لو مؤجر استحالة حد يقدر يطلعه. اتفقنا؟ فانا قلت اللي جاي سواد ومحدش هيقدر يوقفني، لاني قلتها. خلصنا من موضوع الميسيو. بنتها كانت ساكنة في نفس الاستوديو ده قبل ما اروح اصلا. قالت لي بنتي قعدت فيه 6 شهور وسابته. طيب الاستوديو ده ما بيتدخلرش، على طول تقول بنتي فيه او فاضي او بنتي فيه او فاضي. اما احنا ما هو برضه الدفاع عن النفس، مش هتبلى لكن هقول الحقيقة. صباح الخير، صباح الفل والياسمين والفيروز والعنبر. احلى صباح على احلى عيلة واحلى ناس. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا طبعا زي ما انتم شايفين كده لسه موجودة عند بنتي فيروز، بس طبعا ده اخر يوم، يعني اخر يوم عندها. احنا كنا رايحين يومين فقط لا غير، فقضينا يومين حلوين قوي بصراحة مع البنات، وكنت مبسوطة جدا جدا بتغيير جو البيت. زي ما بقول لكم طبعا احنا فعلا رحنا من بيت لبيت. في ناس هيقولوا لي طب فين مين، بما اني بقى خلاص لازم ارجع على البيت. قلت بقى ايه، اخد فطاري. وقال طبعا انا كنت رحت على البسين واتمشيت شوية وصورت لكم فيديو ان شاء الله هنزله، كنت دردشت معاكم في الفيديو ده شوية. قلت ياسمين قبل ما نمشي، ياسمين بقى لازم ايه يعني ما نسيبش البيت لفيروز كده، لازم ننضفه شويه. قلت انا عن نفسي هنضفه لها على السريع. هو البيت بصراحه كان فل، بصراحه كان فل الفل. بس انا برضو قلت يعني انا بحب كده لما اروح عند حد قبل ما امشي، حتى لو حتى صديقه، يعني صديقه رحت مثلا اشرب عندها كوبايه شاي. الكلام ده كان زمان، يعني لما كنت اروح اشرب عند صديقه كوبايه شاي كنت اغسلها قبل ما امشي. فكانت تستغرب مني ماريا، يعني صديقتي ماريا كانت تقول لي انت بتغسلي الكوبايه ليه؟ هو انا لما باجي عندك بغسل الكوبايه؟ كنت اقول على البسين قبل ما نمشي. فانا قلت لياسمين انت روحي ياسمين بعد ما اخلص فطار، وانا بقى هقعد انضف شقه فيروز واشوف هي محتاجه ايه. هو قلت يعني هتسلى، يعني منها تسليه. وزي ما انا بقول لكم كده، انا والله العظيم يعني زمان لما كان اروح ازور اي حد حتى من قرايبي احب انضف الحته اللي كنت قاعده فيها قبل ما امشي، بعتبر ان ده من باب الذوق يعني. فكانت صديقتي ماريا كانت لما تشوف مثلا تعزمني على الغدا واقوم مثلا اغسل المواعين عندها، كانت بتزعق لي بتقول لي ازاي انت جايه ضيفه عندي وجايه ترتاحي؟ ازاي عيب انك مثلا اكون عازماكي على الغدا وتقومي تغسلي لي المواعين؟ يعني كانت بتشوف ان ده عيب. انا كنت بشوفه ان ده من باب الذوق، بس هي كانت بتشوف ان عيب، يعني كانت تقول لي عيب كده، يعني انا عازماكي المفروض عازماكي عشان تيجي عندي ترتاحي، تقعدي تاكلي. اعين نغسل، انا اغسل المواعين بعد ما تمشي، لكن عيب
بعد ما اعزمك تقومي تغسلي الاطباق وكده. كانت بتستغرب مني، بس ما اعرفش احنا كعاداتنا احنا البنات اللي كانت بتقول ان شقة ميسيو جانو اللي هي قال ايه، لقيت لميسيو جانو شقة جنبها عشان الحكومة تدفع ايجارها، علشان قال ايه الفلوس بتاعته بتاعت المعاش ما تجيبلهوش شقة غير شقة من غير أوضة نوم. عرفتوا المفترية الكدابة؟ امال البيت اللي قاعد فيه الطويل العريض اللي كله حدائق ودنيا وبيدفعوا له فلوسه ده، لو هي صحيح الكلام بتاعها، لكن هي إنسانة كذابة. حتى لما الراجل إيجا انتقدها وقال لها أنا قاعد في بيت واسع وجميل وعندي أوضتي وعندي الجنينة بتاعتي. طب اسمعوا وشوفوا الجولة هنا يا بنات، جايبالكوا وهي بتعمل روتين في بيت بنتها اللي هو بيت فيروز، وجبت لكم كمان فيروز بعد ما عدلت في البيت، وجبت لكم جانو لما هي عاملة فيديو مخصوص قال ايه عشان لقيت شقة ايجار لجانو. نركز في التفاصيل وشوفوا كل تفصيل في الشقة بعد وقبل. اتسوانيانت والحمد لله عندي الشهادة بتاعتي، واخدة الشهادة بتاعتي من فرنسا يعني، ودخلت امتحان وعملت كونكور وكل حاجة، والحمد لله نجحت في الامتحان واشتغلت بالشهادة بتاعتي. لكن للأسف الحادثة اللي حصلت لي في فرنسا منعتني للرجوع للعمل. ليه بقى؟ لأني أنا لما عملت الحادثة في حاجات، عشان أنا عندي عملية في ركبتي، في حاجات وعندي عمليتين في البوانيه بتوع ايديا. يعني مش عارفة أقول لكم البوانيه اللي هم البوانيه اللي هم بعد كف الايدين، بعد كف الايدين في عندي في ايدي اليمين وايدي الشمال عندي عمليتين عاملاهم. فلما حصلت لي الحادثه يعني انا في اشياء ما بقتش اقدر اعملها لكبار السن، يعني ان كان مثلا عن نظافه البيت عندي او اطبخ ده بقدر اعمله الحمد لله ما فيش اي مشكله. بس ان انا اشيل، لاني من يعني الشغلانه بتاعتي من اهم اشياء فيها يعني اللي هي طبعا اتسوانيانت، من الاشياء اللي لازم نعملها ان احنا نحمل يعني الكبار ونحطهم على الكرسي بتاعهم، الفوتوي اللي هو الكرسي بتاع الاعاقه او نقول ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني من الاساسيات في الشغلانه دي ان احنا نشيلهم، يعني نحطهم على الكرسي او نلبسهم او نرجع نحطهم على السرير بالليل او بعد الظهر. يعني الشغلانه بتاعتي بتتطلب اشياء كتير جدا جدا. اتسونيانت مش معناها ان اروح انظف وبس، لا، يعني حتى النظافه انا مش مجبره اعملها عند كبار السن بالشهاده بتاعتي. انا الشهاده بتاعتي زي شهاده تمريض، يعني اعتني ان انا اديله الدواء، اهتم جدا بان انا اعمل له علبه الدواء بتاعته، احط له مثلا اللي ممكن ياخده الصبح، اللي ممكن ياخده الظهر، اللي ممكن ياخده بالليل، يعني في برتب لهم الدواء بتاعهم بيبقى مثلا. سيبكم من الرغي بتاعها الفاضي المليان ده ملهوش حل، كل شويه ترغي وكل شويه تقع بلسانها بالكذبه بتاعتها. طيب انتوا شفتوا اخدتوا بالكم من السفره؟ طب عشان تخلي بالكم من السفره في الوقت ده، ولما يجي جانو لما يشوف الشقه هتشوف السفره، وبنتها غيرت مكان السفرة، وهي بلسانها هتقول لكم ان انا قاعدة في شقة فيروز قال ايه، وياسمين مشيت راحت على البسين، ياسمين طلعت على شقتها فوق. الواحد بيتعامل بإنسانيته احيانا، والحمد لله الحمد لله رب العالمين، بجد انا مش محتاجة للعمل، انا الحمد لله مستورة وعايشة كويس جدا بجد، يعني الحمد لله مش محتاجة، يعني مش عيب ان انا اقول مش محتاجة ان انا اروح اشتغل، لا، يعني في ناس فعلا بيروحوا يشتغلوا انهم محتاجين، لكن الحمد لله رب العالمين انا يعني اولا انا مأجرة المطعم دلوقتي متأجر وبيدخل لي ايجار حلو بالشهر، والحمد لله يعني. لا ايه يا نقة يا حلبقة، عاملة ايه؟ مأجرة ايه؟ مأجرة المطعم اللي ايه؟ اللي بدك تدفعي له ضرايب ليه؟ لانه كان مين اللي متأجره؟ كان رضا، وطلعتي يا غبية بلسانك اعترفتي مطعمك وشقة ياسمين وفيروز اللي انت فيهم دلوقتي أملاكك غير البيت. لما الضرايب أخدت مني كمان مبلغ زي ده اتنرفزت بصراحة. أنا مالي ومال المشروع مطعمه، ولا مالي ومال الشغل اللي اشتغله، أنا مالي أنا. هو عمره في حياته ما دفع ضرايب، عمره في حياته ما دفع ضرايب، أنا اللي كنت بدفع الضرايب، هو عمره ما دفع ضرايب. ده هم انا مأجرة المطعم دلوقتي متأجر وبيدخل لي ايجار حلو بالشهر، والحمد لله يعني مستورة يعني. كان عندي كذا فكرة ممكن اعملها في البيت عندي،
يعني كنت بفكر مثلا أأجر اوض في اير بي ام بي كده، لكن لقيت بقى وده اللي انت بتعمليه دلوقتي يا حلبقة، وهجيب لك كمان لغاية عندك الدليل. استنوا يا بنات، وانتوا عارفين ان انا بتكلم كده وبتهمها بالحوارات دي، لازم اجيب لكم الدليل لغاية عندكم ومن عقر فيديوهاتها. ده اللي هي عاملاه اليومين دول، مأجرة ناس معاها في البيت. اتفضلي، عايزه تطلعي؟ لا ما تتأخريش، اتفضلي. وانت يا رمسيس بقى خلاص، مش عارفه النضاره دي. ايوه كنت عايزه انضفها عشان اشوف، مش عارفه النضاره دي. ايوه شفتوا ان انا بجيب لكم، مش جبت لكم الدليل وسمعتوا صوت الباب اللي اتقفل وهي قاعده فراحت مقلوبه وقالت اجيب النضاره؟ طب هجيب لكم كمان حته صغيره كده، وانت ايه وهي بتغسل المواعين، وعاوزاكوا تشوفوا المعالق كم معلقه وكم شوكه وكم سكينه، وتشوفوا الاطباق كم طبق مشابه للطبق التاني، علشان هي عامله الايجارات مع الفطار الصبح. ادينا نشتغل على روتين ونتسلى معاكم شويه لحد قلت ما يجوا البنات. بعد كده قلت ابقى اروح البس بعدين، يعني بقى يعني بصوا دليل ان انا ما كنتش هصور الفيديو، دليل ان انا يعني ما كنتش لابسه ومحضره نفسي، عشان كده ما رضيتش بقى اظهر بالبيجامه. اني مش بالبيجامه دي بقى شويه ضيقه عن البيجامه التانية اللي ما كانتش عاجباكم. لا دي ضيقه قوي، يعني مش للنوم. انا ما بنامش بالبيجامه، ها يا قرع، انا ما بنامش بالبيجامه انا بنام بروب دنوي، لكن دي بقعد بيها طبعا بيها في البيت، بشوف شغلي بتاع، وخاصة ان الدنيا برد، يعني الدنيا برد، الواحد اول ما بيصحى لازم يلبس بقى البيجامة اللي هيقعد بيها في البيت بقى ويشتغل بيها. بصوا بقى المواعين، ما اقول لكمش ما اوصف لكمش، بس انا بقى مش هقول لكم زي كل مرة بجد، لا يعني بصوا نص المواعين بتاعتي عشان اكون صادقة، والنص التاني زي ما انتوا عارفين بتاعت القطط شنا ورمسيس حبايب قلبي. بصوا انا كنت فرحانة والله، انا النهارده كنت فرحانه ان انا هخرج وسعيده جدا جدا جدا. انا دلوقتي قاعده، بصوا قاعده في الاوضه عند بنتي، وقلت لهم انا هخش، وخاصه ان الدنيا برد، يعني الدنيا برد، الواحد اول ما بيصحى لازم يلبس بقى البيجامه اللي هيقعد بيها في البيت بقى ويشتغل بيها. بصوا بقى المواعين، ما اقول لكمش ما اوصف لكمش، بس انا بقى مش هقول لكم زي كل مره بجد، لا يعني بصوا نص المواعين بتاعتي عشان اكون صادقه، والنص التاني زي ما انتوا عارفين بتاعت القطط شنا ورمسيس حبايب قلبي. بصوا انا كنت فرحانه والله، انا النهارده كنت فرحانه ان انا هخرج وسعيده جدا جدا جدا. انا دلوقتي قاعده، بصوا قاعده في الاوضه عند بنتي، وقلت لهم انا هخش اسجل الفيديو، ها ويا ريت توطوا بقى صوتكم شويه كده، مش عايزه صوت اي حد، وقفلت كده الشباك عشان اقعد براحتي اصور، يعني احط لكم صوتي على الفيديو، ومش عارفه بقى ينزل لكم بقى ايه لما ارجع على البيت بالليل ولا ايه. طب تصدقوا احنا كنا بقى ايه؟ وانتوا قولوا لي. طبعا انا خليني معاكم لحد ما يجوا البنات ياخدوني البس ويجوا ياخدوني، بس تصدقوا انا اكلت ايه النهارده؟ مش هتسأل على الناس القذرة، احنا كمان لازم نرد على الناس الجميلة، من حقهم ان احنا كمان نقول لهم شكرا لتعليقاتكم الجميلة، شكرا للايكاتكم الجميلة، شكرا لكل اشتراكاتكم الجميلة، شكرا لكل حاجة بتقدموها لنا. يعني لازم نشكر كمان الناس الجميلة، زي ما بنذكر الناس القذرة، نذكر كمان الناس الجميلة بشكل يومي، واشكرهم على لايكاتهم. وعايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير عشان خاطر الفيديو ده ما كانش مرسوم خالص ان هو يتصور، ولكن والله صورته عشان خاطر عيونكم. انا حتى قلت لو البنات جم بدري وانا بشتغل مش هكمل تصوير، لكن زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص دخلت المواعين اهي الغسالة. وكنت عايزة بقى اكلمكم في موضوع مهم، بس استنوا عليا شوية. لازم نشكر كمان الناس الجميلة، زي ما بنذكر الناس القذرة، نذكر كمان الناس الجميلة بشكل يومي، واشكرهم على لايكاتهم. وعايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير عشان خاطر الفيديو ده ما كانش مرسوم خالص ان هو يتصور، يعني شغلانه ان انا مثلا ناس تيجي وناس تمشي، فانا قلت هرجع لشغلتي الاصليه، منها للتسليه يعني اتسلى، ومنها شغله انسانيه، يعني عشان ايه. هنا يا حبايبي هجيب لكم لقطة من جانو لما يدخل ويشوف البيت، وهجيب لكم بعد جانو لقطة برضو من بيت
فيروز ما هو كله بيت واحد، بس مع تغيير الأساس وتغيير البلاط، يعني في تجديدات حصلت مش أكتر. طب تعالى أقول لكم وأوريكم كمان السفرة وكل حاجة. يا با ان شامبر، هو بيقول لي انا عايز حجره، فين الحجره؟ انا عايز حجره، انا عايز حجره، انا مش هقدر اقعد في مكان بدون اوضه. هو هنا مفيش اوضه يا جماعه، المكان عشان رخيص شويه وعشان ارضي، عشان هو ما يقدرش يطلع سلالم، لقيت دي احسن حاجه جنب بيتي وارخص شيء ليه. فهنا الترابيزه دلوقتي هو بدا يقول انا حاسس ان انا في سجن، يعني لسه هو بيقول لي حلوه وجميله وحلوه جدا جدا، بس بيقول لي مش ليه، انا عايز حجره. Regardez monsieur Jeannot. Ici il y a une cuisine. Vous pouvez regarder la cuisine. Oui, c'est bien, d'accord. هخليه يتفرج على المطبخ. Moi, je suis pas habitué à ça. Là où je suis, moi, c'est plus grand. Et puis, je suis à l'aise, tranquille. Il n'y a pas de monde. Je suis pas emmerdé. Je suis à la campagne. Puis, je suis bien. Voilà. Moi, et puis, je suis à grande terre. J'ouvre tout ça. Ici, il faut toujours fermer tout, là. On est au bord de... Moi, ça, je ne connais pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Attendez. À mon âge, moi, il m'en faut un granit. J'ai un granit à la maison. Attendez, monsieur Jeannot ده جاي يتخانق. Un granit à la maison. ده جاي يتخانق. بصوا يا جماعه، هو رايه عشان بس ما نعطلش الناس اللي واقفين مستنيينا بره، انا ضايقتهم النهارده كتير. C'est pour les enfants, ça. اتندي مع الشقه، انا طلبت من الراجل بتاع الاجانس يخرج، بصراحه كنت محرجه جدا والله، قلت له معلش، فراجل ذوق يعني، قلت له انا عايزه اصورها. شايفين هي شقه تقريبا مفروشه اهي اهي. اول ما بنخش في طبعا تلفزيون في الشقه اهو، في طبعا اللي هو الرادياتور عشان يعني الشتاء وكده. هنا في ايه شايفين؟ هنا في كنبه اللي بتتفتح وتتعمل سرير، يعني الكنبه دي يا جماعه بتتفتح وتتعمل سرير اهي اهي، بتتفتح وتتعمل سرير. في هنا مرايه فوق اهي، في لوحه طبعا هنا، في ترابيزه باربع كراسي طبعا، كل دول مع يعني هو مأجرها زي مفروشه صاحب الشقه يعني. في هناك ترابيزه صغيره مع لمبه، في هنا كرسيين بيعلوا يوطوا، يمكن دول ما يناسبوش مسيو جانو. وادي الجنينه اللي هي مع الشقه يا جماعه، شايفين اهي. يفتح بس، حلو قوي، شكله جميل، بار اهو. في هناك ميكرو اوند، في ساعه ميكرو اوند الراجل قال لي شغاله جديد. في هنا طبعا دفايه تانية، في هنا كرسي، حتى في زباله في بوتاجاز اهو ما شاء الله حلو كهربائي مع فرن، في ثلاجه، وفي طبعا ايه دول عشان نحط فيه. هو حتى قال لي ان في صحون سايبها. هنا بقى هنتكلم عن وجهة المقارنة. سفرة اللي شفتوها هي السفرة بتاعت فيروز، هي السفرة بتاعت جانو في الشقة اللي عملت فيلم زي ما رضا طلع وقال ده شقة بنتها، وعملت فيلم وفيديو كامل على ان جانو قال ايه بتدور له على شقة. ومن ضمن الكذب بتاعها وما عرفتش تسبك الكذبة، قالت ده المرتب بتاعه قال ما يجيبش شقة زي دي، امال جايب بيت زي اللي عنده ازاي؟ استنوا بكمل لكم المقارنة بقى. كان عندي بالبيت اوكي، خدتهم من الكنبة القديمة وحطيت ده البلاد اشتريته من عند اكسيون اوكي، عشان كنت عايزة اعمل ديكوراسيون يعني لونها كده بيج مع اخضر كده، اخضر دي بصراحة. وكمان والله العظيم كبرت لي كل بيتي، والله العظيم يعني بيتي كان كتير صغير، بس كبرت لي البيت مش ممكن اقول لكم ازاي اوكي. بعدين اشتريت الزرع ده اوكي من عند امازون، وده اشتريت من جيبوا كتير حلو كمان اشتريت الثلاثة المراية دول كتير صغيرين، بصراحة ما كنتش عارفة احط ايه هنا، عشان كده اشتريتهم الثلاثة من عند الفوارفوي 20 يورو الثلاثة اوكي. قلت لنفسي هيليقوا كتير مع الديكور بتاع البيت بتاعي اوكي فوالا. اشتريت كمان الغيدو بتوعي اوكي، لونهم كده خرم كده مش عارفة فوالا، حطيت عليها بتعرفوا الحاجات بتاعت اوكي. المبلو ده يعني انتوا بتعرفوه، المطبخ بتاعي يعني اكيد انتوا بتعرفوه، صغير كمان
بصراحة لازم تنظيف، اوكي لازم انضفه عشان هغير كمان جديد. وكمان بصراحة كتير وسخة والله، مش ممكن اوريكم، هغيرها هشتري واحدة جديدة. اوكي الميكرووند هنا، الفريجو بتاعي يعني اكيد انتوا بتعرفوه، لازم كمان اشتري واحد كبير احط الميكرووند هنا. بس اديت الفور بتاعي لصاحبتي، اوكي عشان دلوقتي انا بعيش بدون. من هنا يا حبايبي جبتلكوا بعد التوضيبات لما هي عملتها فيروز، وهترجع كمان تشيل البلاط وتحط باركيه. طيب هو انتوا عمركم شفتوا تفاصيل بالطريقة دي في 3 شقق يا بنات؟ واحنا هنضحك على بعض. طيب ما هي جاية وبتقول لكم بعمل روتين في بيت بنتي، وبعد كده عملت فيديو لجانو وبنتها بره، وبعد كده بنتها عدلت الشقة وقالت لكم جولة في شقتي الجديدة. يعني ال3 بتصب في شقة واحدة، وهي استوديو اللي هي عايشة فيه فيروز. فهمتوا ولا نقول كمان؟ طب تعالوا نسمع ونشوف. وهي أول حاجة هتلمحوها السفرة أم كراسي حديد، هي دي الوحيدة اللي هتظبط معاكو غير المطبخ، لأن تغيير الكاميرا بيديكوا إحياءات تانية. ودخلت امتحان وعملت كونكور وكل حاجة، والحمد لله نجحت في الامتحان واشتغلت بالشهادة بتاعتي. لكن للأسف الحادثة اللي حصلت لي في فرنسا منعتني للرجوع للعمل. ليه بقى؟ لأني أنا لما عملت الحادثة في حاجات، عشان أنا عندي عملية في ركبتي، يشتغل في البيت ويروح يعمل كورس ويعمل أكل وياكل، واروح عند ميسيو جانو او يجي عندي ونتكلم، وبرضه اليوم مش عايز يخلص خالص. لكن الشتاء الحمد لله، الشتاء الواحد بيقول صباح الخير بيلاقي الليل دخل على الساعة 4 يعني بنلاقي الليل طويل جدا وبيكون عكس تماما الصيف. فانا ان شاء الله باذن الله لو هروح اشتغل بعد من هنا بعد التسجيل ده بالظبط هتروحوا تبصوا على الصورة اللي انا اخدتها. الصورة اللي انا اخدتها هي حاطة فرشة على الركنية اللي هي كانت شايلة الفرش من عليها ساعة ما جانو يجي يصور، وهتلاقوا ظهر الركنية أو ظهر الأنتريه لونه نفس اللون الرصاصي اللي جانو دخل في الشقة اللي هي قالت عليه. أخدتوا بالكم يا بنات؟ الركنية مبينة اهو من الفرشة اللي عليها، عشان هم عندهم قطط فهم حاطين الفرش. طيب والسفرة؟ طب وبتاعت الزبالة اللي وقت ما دخلت هي وجانو قالت ده بتاعت الزبالة هنا كمان. طب شوفوا كده التصوير اللي أنا أخدته كله زيه اتسوانيانت، والحمد لله عندي الشهادة بتاعتي، واخدة الشهادة بتاعتي من فرنسا يعني، ودخلت امتحان وعملت كونكور وكل حاجة، والحمد لله نجحت في الامتحان واشتغلت بالشهادة بتاعتي. لكن للأسف الحادثة اللي حصلت لي في فرنسا منعتني للرجوع للعمل. ليه بقى؟ لأني أنا لما عملت الحادثة في حاجات، عشان أنا عندي عملية في ركبتي، في حاجات وعندي عمليتين في البوانيه بتوع إيديا، يعني مش عارفة أقول لكم البوانيه اللي هم البوانيه اللي هم بعد كف الايدين، في عندي في ايدي اليمين وايدي الشمال عندي عمليتين عاملاهم. فلما حصلت لي الحادثه يعني انا في اشياء ما بقتش اقدر اعملها لكبار السن، يعني ان كان مثلا عن نظافه البيت عندي او اطبخ ده بقدر اعمله الحمد لله ما فيش اي مشكله. بس ان انا اشيل، لاني من يعني الشغلانه بتاعتي من اهم اشياء فيها يعني اللي هي طبعا اتسوانيانت، من الاشياء اللي لازم نعملها ان احنا نحمل يعني الكبار ونحطهم على الكرسي بتاعهم، الفوتوي اللي هو الكرسي بتاع الاعاقه او نقول ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني من الاساسيات في الشغلانه دي ان احنا نشيلهم، يعني نحطهم على الكرسي او نلبسهم او نرجع نحطهم على السرير بالليل او بعد الظهر. يعني الشغلانه بتاعتي بتتطلب اشياء كتير جدا جدا. اتسونيانت مش معناها ان اروح انظف وبس، لا، يعني حتى النظافه انا مش مجبره اعملها عند كبار السن بالشهاده بتاعتي. انا الشهاده بتاعتي زي شهاده باعترافاتها وبلسانها مش باعترافاتي. ما اخدتوش بالكم ان هي واخده شهاده في خدمه العواجيز والتنظيف؟ ما خدتوش بالكم لما كان بتروح لجانو عشان تنظف له البيت وتغسل له المواعين وتجيب له الاكل؟ ولا هي مش موظفه لغايه دلوقتي ومش معترفه؟ طب تعال نكمل الفيديو. اهتم جدا بان انا اعمل له علبه الدواء بتاعته، احط له مثلا اللي ممكن ياخده الصبح، اللي ممكن ياخده الظهر، اللي ممكن ياخده بالليل. يعني في برتب لهم الدواء بتاعهم، بيبقى مثلا الدكتور قايل لي مثلا الدواء كذا كم مره في اليوم، وازاي اوضب لهم الدواء وكده.
طبعا اهم حاجه بعملها لو الممرض هيجي مثلا يديهم الدوش الصبح، بساعد الممرض ان انا احط المريض او مش المريض يعني كبار السن، احطه على الكرسي، يعني اشيله واحطه على الفوتيه، ومتعلمه كويس جدا جدا ازاي اشيلهم، ازاي مثلا ابدا احط الاول ايديهم ورا رقبتي، وازاي انزل، وبعد كده ازاي احط السرير للمستوى بتاعي عشان اعرف اشيلهم. يعني عندي الحمد لله خبره بالمهنه بتاعتي دي. بس بما ان انا عملت الحادثه، في اشياء في مهنتي ما بقتش اقدر اعملها، او بتتطلب مني ان انا اعملها، لكن ما بقتش اقدر اعملها. وطبعا كل واحد بيخاف على صحته، وانا مش عايزه احط نفسي في التهلكه. فطبعا انا الحمد لله عملت موعد مع واحده اخصائيه قبل ما اروح، كنت عند بنتي، الموعد يعني استغرق تقريبا ساعه. قعدت اتكلمت معاها، قلت لها انا عايزه ارجع للمهنه بتاعتي تاني، بس انا عندي يعني شروط. قلت لها انا ما بقتش اقدر اعمل كذا وكذا وكذا، فانتي بتنصحيني بايه؟ فهي قالت لي لا، انت ممكن ترجعي، ما فيش اي مشكله، بس ممكن نوديكي عند ناس او عند كبار سن، لان الاول كنت بشتغل على حسابي الشخصي. يعني في فرق، الاول كنت بشتغل على حسابي الشخصي انا، يعني كنت بشتغل على الكونت بتاعي انا، اللي ببحث عن شغل، وانا اللي بحط مثلا اعلان على النت او في الجورنال، وانا اللي كنت باخد الشغل لحسابي. لكن دلوقتي انا عايزه ارجع اشتغل مع شركه، يعني اضمن لي واحسن لي، لان الشركه طبعا هتبقى عارفه، يعني هتبقى عارفه صحتي عامله ازاي، هتبقى عارفه. اكيد في واحده هتطلع لي في التعليقات وتقول ان شباك البلكونه كان في سور وراه. لا يا حبايبي، دي البنايه اللي قدامها، الشباك عامل عاكس، فهي كان حاطه التليفون على الجنينه اللي بره، لان ده دور ارضي. انا بس بقول لكم حاجات انتوا ممكن تاخدوا بالكم منها، وفي ناس ما تاخدش بالكم منها. دلوقتي جبت لكم 3 مقارنات مع التجديدات في نفس المكان، وعاملين 3 فيديوهات. طيب نوصل بقى دلوقتي اقول لكم باي باي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. وممكن اجيب لكم القطعه بتاعه المسج اللي جالها على السفره من اللي ساكن معاها، واخدت بالها وعملت نفسها ما شافتش قال ايه، يعني ممكن يكون تليفونها هو اللي عامل المسج ده. استنوا معايا، عامله لكم هس في دماغكم، بس احمدوا ربنا. بصوا بقى، تعالوا نتكلم في موضوع مهم. من هنا بقول لكم يا جماعه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ونفعل زر الجرس، واللي مش مشترك يشترك، واللي ما عملش يا بنات شير للفيديوهات يعمل شير عشان نجيب الغير. يلا بقى اسيبكم، وان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.